نكش تاريخي ألف في الإدراج وطلع ملفات مستخبية، أوراق مرمية في مخازن برديات بخط كاتب ديوان أو راهب بيسجل اللي حصل. بطرس اللي في مشروعي مش مسيحي، بطرس مصري. أنا مش جاي أحكي عن الفتح العربي ولا عن الغزو العربي، أنا جاي أنكش عن المصريين اللي كانوا موجودين في مصر لما الثعلب فات. أكبر مقلب ممكن تقع فيه وأنت بتحاول تفهم إزاي العرب دخلوا مصر إنك بتبدأ دايما من السطر الغلط. العرب دخلوا مصر، المصريين يستقبلوهم بالكحك والبسكوت وتنزل بعدها بمنيو الحلويات. مش ضعف، دي فهلوة. مش خيانة، دي كانت سياسة. مش استسلام، ده كان أقل الضررين. وهنا تبدأ لعبة بص العصفورة. كل جملة عبارة عن طعم في صنارة ماسكها صنايعي من إياهم، وأول ما تاكل الطعم يبدأ كل صنايعي يجرك وراه في الحتة اللي هو عاوزها. واحد ياخدك في سكة البيزنطيين كانوا مطفحين المصريين المرار والضرايب اللي كانت قطمة الظهر، والعرب فعلا أخدوا جزية وإخراج. لكن دي كانت نقطة في بحر غباوة البيزنطيين، وهوب يسلمك للتاني. نقطة ايه؟ ده بحر دم. بطرس خبى دهب عند راهب مسيحي، عمرو عرف اخدوا قتلهم هما الاتنين، لغاية اما توصل لاخر واخطر واحد، الطعم اللي هيشبك في وعيك ويخليك تصدق انك ابن المنهارة. المصريين هم السبب، سلبيتهم وخنوعهم هي اللي دخلت الغراب. قبل ما عمرو بن العاص يفاتح الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضوع فتح مصر، تعالوا نرجع شوية سنين كتير لورا قبل اللحظة دي. ساعتها مصر ما كانتش المشهد اللي اتحفظ لنا في الحواديت السوداء إياها. لا خيول بتسحل الناس في شوارع اسكندرية، ولا صفوف مرصوصة في الصحراء، ولا صخور على صدورهم، ولا حد واقف بيختبر عقيدة الناس بالصوت العالي ويقول لهم قول المسيح بطبيعتين. المشاهد دي ما خرجتش من زمانها، خرجت من كتابة لاحقة بعدين، يعني اتكتبت واتعاد ترتيبها واتحطت في سياقات وعظ وحكايات لحد ما استقرت كأنها هي الأصل. بس لما تبعد عن الحكاية شوية وتقرب من اللي اتكتب وقتها فعلا، تكتشف حاجة مهمة قوي. تكتشف ان اللي قدامك مش وصف الواقع كان حاصل قد ما هو تصور اتبنى بعدين. اللي في الدفاتر بيقول ان البلد كانت ولاية بيزنطية تعبانة، والصراع كان سياسي كنسي، السلاح فيه كان العزل والنفي وختم الدواوين. مصر ساعتها ما كانتش اللقمة الطرية اللي الصنايعية بيحكوا عنها، ولا كانت سلخانة ومعسكرات تعذيب زي ما غيرهم رسمها، ولا كانت بلد قاعدة مستنية معجزة من السماء تنزل تصلح الميلة. مصر كانت غرقانة لحد ركابها في واقع مطين بطين ومليان عقد أكتر من أي رواية متفبركة. واقع كل اللي مسك القلم وحاول يلمع أو يبسط فيه فيما بعد زود الطين بلة وضيع معاه الأصل. البلد كانت عاملة زي مكنة خربانة تروسها مصدية، والزمن واكل وشارب عليها لحد ما قال كفاية، وقاعد مستني الحلو ينزل. ترس ظاهر عامل دوشة يخلي الناس فاكرة إنه هو اللي ماسك المكنة، والترس التاني مموه مستخبي تحت الترابيزة بيدور الحركة في سكة محددة من غير ما يبان. والترس التالت ما بيشتغلش دايما، لكن وجوده لوحده يخلي الكل متوتر ومرعوب من البطحة اللي على راسه. تروس مش هتلاقيها في سطور بكلمات واضحة في وسط كتب صناعية رد التاريخ على البارد. قصايص متنطورة بتكمل جزء من ملامحها في كل لحظة بتحط فيها قصقوصة جنب أختها. أوبئة، مجاعات، دفاتر، ضرايب، تدين شعبي ما بيعرفش يموت. ولما التروس دي لفت بالعكس لقت ايد الفرس ماسكة مفك بتتمد جوه المكنة وبتحط تاتش الخراب المستعجل عشان تبقى شاركت في هربدة الصورة أكتر وأكتر. تعالوا نبدأ بأول ترس ومصيبة سوداء وقعت على بلدنا. سنة 542 كانت أول موجة من اللي بعد كده سماه المؤرخين طاعون جستنيان. دخل من بوابات الفرما، أهم ميناء على حدود مصر الشرقية نواحي بورسعيد النهارده. وقتها كانت أي حاجة داخلة مصر من ناحية سينا كانت لازم تعدي من هناك، زي ما فيروس كورونا دخل بلاد كتير عن طريق المطارات. زمان المطارات كانت مواني والسفن كانت بتشيل تجارة وناس، ومع الناس جه معاهم المرض. الطاعون مشي في البلد زي النار في الهشيم. 58 سنة بينهش في جتة بلدنا. عدد المصريين اللي كانوا 4 ل5 مليون تقريبا نزلوا فجأة ل 30 أو 40% كمان، يعني 1.5 مليون أو 2 مليون بني آدم اتكنسوا من خريطة بلدنا. برديات البهنسة بتورينا سجل ضرايب متحول لدفتر وفيات، والجابي كاتب ما لقيناش حد ناخد منه. يعني الدولة بقت ماسكة ورق فيه أسامي بس مفيش بني آدمين ورا الأسامي دي.
وارض مصر الزراعيه صابها من الطاعون نصيبها، والفدان اللي كان بيرمي 1.5 طن قمح بقى بطلوع الروح بيرمي حوالي 750 كيلو بس. والاراضي البور زادت حوالي 30%، الانتاج وقع، الاسعار ولعت، فالناس جاعت. وبجمله الخراب والمصايب اللي عمرها ما بتيجي فرادى، الزمن حط التاتش بتاعه وفتح باب مصر المحتل جديد. سنه 619 الفرس دخلوا، ما اخترعوش العجل ولا عملوا نظام جديد، استلموا نفس دفاتر الضرايب البيزنطيه، استلموا نفس الجداول، وخدوا نفس الاختام، لكن الطاعون والمجاعه كانوا خلصوا على الزرع والناس. الحصيله اللي كانت في الظروف العاديه حوالي 25 طن ذهب بقت 13 طن بالعافيه. ومصر اللي كانت سلة غلال القسطنطينية بقت مجرد مخزن عسكري الفارس. القمح بيتنهب والفلاح يا يموت يا يسيب الأرض ويمشي. 10 سنين حرب بعدها مصر والشام اتقلبوا لساحة صراع بين الروم والفرس. الفرس احتلوا مصر سنة 619 ومسكوا اسكندرية وبقوا هم السلطة الجديدة. والناس احنا زي أي شعب تحت أي احتلال اتعاملت مع الأمر الواقع، اللي بيدفع الضريبة للحاكم الجديد هو بس اللي يعيش. لكن هرقل ما حاولش يحرر مصر مدينة مدينة. هرقل لعبها سياسة وحرب تقيلة، ساب مصر والشام وراح ضرب في قلب الدولة الفارسية نفسها. سنة 627 كسب معركة نينوي، وبعدها الدولة الفارسية نفسها بدأت تقع. حصل انقلاب واتقتل كسرى ملك الفرس، والملك الجديد اضطر يعمل صلح مع هرقل ويرجع كل الأراضي اللي الفرس كانوا واخدينها، ومنهم طبعا مصر. يبقى كده في سنة 629 رجعت مصر لحضن الدولة البيزنطية من تاني. لكن مصر ساعتها ما كانتش رجعت زي الأول، كانت خارجة من طاعون ودخل عليها احتلال وطلعت منه على حرب تانية، واقتصادها واقع وعدد سكانها أقل، ونظام الضرايب بيحاول يلم فلوس من بلد أصلا بتنزف. يعني لما بنوصل للحظة دخول عمرو بن العاص بعد كده بسنين قليلة لازم نبقى فاهمين حاجة كويسة جدا، هو دخل بلد مهزومة عسكريا ولا دخل بلد منهكة اقتصاديا وبشريا. الفرق بين الكلمتين هو الفرق بين فتح واستلام. ومن هنا يبدأ الترس الثاني يجهز نفسه، الكنيسة والدفاتر. ركز معايا، الكنيسة والدفاتر الشبكة اللي هتمسك المجتمع بعد ما الطاعون والمجاعة والحرب جابوا البلد على الجنط. الكنيسة بتاعت المصريين زمان كانت مختلفة عن كنيسة الدولة. اتعمل اجتماع كبير اسمه مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادي، زي مؤتمر كده للكنيسة كلها. وفي الاجتماع ده قالوا للمصريين انتوا غلط ومن النهاردة مش معانا. ومن ساعتها بقت الكنيسة المصرية لوحدها مش معترف بيها من الحكومة البيزنطية. فالكنيسة قالت قالت ببساطة احنا هنمشي نفسنا بنفسنا، وعملت شبكتها الخاصة، دفتر للمعمودية، دفتر للجواز، دفتر للوفيات، تسجل اسمك عندهم خلاص تبقى جوه الترس التاني. ترس ظاهر الكل شايفه، شبكة شكلها ديني لكن في الحقيقة اقتصاد موازي. يعمدوك، يكتبوا جوازك، يسجلوك ساعة وفاتك، من أول نقطة مية على راسك لحد آخر حفن التراب على تابوتك، حياتك مربوطة بختم الكنيسة. انت جوه الشبكة تبعهم، ولو الدنيا قلبت حرب، غزو، أزمة، الكنيسة هي المظلة اللي تحميه. وهنا تبان الحلقة اللي وصلت الترس الأول بالترس الثاني. لما الطاعون والمجاعة خلوا الأرض بور، الكنيسة مدت إيديها بدفاترها عشان تملى الفراغ. بس مدت الإيد دي ما كانتش ببلاش، كان ليها تمن. وفي وسط ما أنا بنكش بين سطور كتب التاريخ وقعت عيني على ورقتين صغيرين مكتوبين نص بالقبطي ونص باليوناني، ورقتين يبانوا عاديين لكن لما قريتهم كويس لقيت إنهم بيقولوا حاجة كبيرة قوي. البردية الأولى بتقول للفلاح أول شوية قمح يطلعوا من أرضك لازم تديهم للدير، وبعدها كمان عليك ضريبة على المحصول كله. والتانية بتقول كل سنة هتدي للقسيس الانوال سبسكريبشن بتاع رغيف العيش. يعني من أول سنبلة قمح بتطلع لحد الرغيف اللي بيتخبز كل حاجة كانت مكتوبة في دفاتر الكنيسة. والكلام ده معناه معناه إن الفلوس عشان تطلع من جيب الفلاح المصري كانت بتعدي على أكتر من باب الدولة وباب الكنيسة. الفلاح يدفع ضريبة للإمبراطور ويدفع عطايا وحقوق للأديرة والكنائس اللي كانت بتملك أرض وبتدير خدمات وبتصرف على رهبان وفقراء. يعني الفلوس كانت بتطلع باسمين مختلفين، اسم الإمبراطور واسم القديس، والنتيجة في الآخر كانت واحدة، الفلاح هو اللي بيدفع. كان ماشي وقتها، وده مش اتهام لحد، ده توصيف لنظام كان ماشي وقتها. الموضوع ما كانش مؤامرة ولا كان اتفاق سري، ده كان نظام دولة قديم. الدولة فيه بتسيب الجباية لمؤسسات محلية تعرف الناس وتعرف الأرض وتعرف هتلم الفلوس ازاي.
بس برضه خليني اوضح حاجه مهمه، الكنيسه هنا ما كانتش الدوله نفسها، كانت مجرد وسيط تاخد من الفلاح وتدي للدوله حصتها، وفي النص تاخد نسبتها. اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر. وده هو الوش التاني للدفاتر، جبايه مزدوجه. الموضوع ما كانش مؤامره ولا اتفاق سري، البرديات قالت كل حاجه، الدوله سايبه الكنيسه تجمع والكنيسه بتاخد عمولتها، الحساب كان سهل، الدوله تاخد 30%، الدير ياخد 10% زياده، والفلاح يطلع خسران 40% من محصوله. والحكايه دي مش تحليل من عندي، ده اللي اثبته الباحث جايروس باناجي في كتابه التغير الزراعي في اواخر العصور القديمه. الكتاب ده تقريبا كان طبعه 2001. بيقول في دراسته ان اللي حاصل هنا مش فساد محلي ولا اتفاق تحت الترابيزه، لا، ده نظام كامل اسمه الوساطة الضريبية. الدولة تفوض الدير أو الكنيسة إنها تلم الضريبة، والدير يجمع فوقيها زيادة كعمولة مقابل الخدمة. باناجي شايف إن دي كانت طريقة ذكية من الدولة تاخد فلوسها من غير ما تدفع تكلفة إدارة أو تلاحق القرى، والكنيسة تكبر وتتحول لقوة اقتصادية تستثمر اللي جمعته وتوسع نفوذها. والفلاح كان بيتحول بالبطء لمدين دائم مربوط بالدفاتر ومحصور بين السيف والبركه. طب واللي ما يدفعش ما كانش بيتعاقب بحرمان من قداسه وبس، العقوبه كانت اخطر واقسى، اسمه يتشال من شبكه الري او يتمنع يدخل السوق. وهنا لازم ناخد بالنا من الفرق، الدوله اللي فوق بيزنطيه جايه من القسطنطينيه عايزه حصتها من الضرائب وخلاص، عايزه فلوس، والكنيسه اللي تحت القبطيه اللا خلقيدونيه هي اللي ماسكه حياه الناس اليوميه. الفلاح كان واقف في النص، لو دفع يعيش، لو ما دفعش يتشطب من الميه ويتمنع من السوق. وده مش استنتاج عاوز الخبط لك بيه المعلومتين اللي انت حافظهم، ده كلام موجود فعلا في دراسات تاريخيه. العقوبه الحقيقيه كانت اقتصاديه اجتماعيه، والحرمان الديني كان مجرد غطا. دلاتر وباجنل وضحوا ان اللي يتحرم من شبكه الري معناه محصوله كله يضيع. في بلد زي مصر الميه هي الحياه. باناجي بيقول حتى لو زرع من غير السوق هو محكوم عليه بالعزله، لا يبيع ولا يشتري ولا يعرف يسدد ديونه. يعني الحرمان ما كانش ما تحضرش القداس بس، الحرمان كان معناه تتحرم من العيش والميه. وبكده الصورة الكبيرة بدأت تكون أوضح لينا، الدولة البيزنطية الخلقدونية بتحط القانون العام، الأديرة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللا خلقدونية بتنفذ سياسات الدولة محليا، وجد وجدك اتحصروا جوه بلدهم، تدفع تعيش، تتأخر تتشطب من الحياة، لازم تدفع عشان تفضل جوه. لحد هنا ماشيين مع بعض كويس، الطاعون هد حيل الزراعة، الكنيسة مدت ايديها بالدفاتر، والضرايب بقت وسيلة النجاة أو الموت. بس في ترس صغير كده اتشال بفعل فاعل من متن كتب تاريخنا اللي بجد وساب مكانه فراغ، والفراغ ده هو اللي دخلت منه الخفافيش والصراصير اللي طول الوقت بتتكلمش غير عن الشعب اللي اتخلى عن لغته ودينه وأرضه وحضارته انهارت ومات. الترس التالت، الترس اللي محدش بيحب يفتكره لأنه ما يركبش على الجملة الرسمية، مصر بقت مسيحية في القرن الرابع. الموضوع عمره ما كان عند جد وجدك احنا مؤمنين بإيه، الموضوع كان ازاي ايماننا ده يخلينا نعرف نعيش. جدي وجدك فكره دايما مشغول بالقمح والنيل والصحة والخوف من الغيب، فاللي هيحميه هو اللي يمسك فيه بايديه وقلبه قبل اسنانه. مرة صليب في صدره، مرة جعران فرعوني في جيبه، مرة بخور عند عين مية. مش تناقض، ده تأمين شامل. كود مزدوج بيقول مصر ما بتمسحش اللي فات، مصر بتحط التاتش بتاعها اللي يثبت ان التدين الشعبي كان عايش مش جملة من مؤرخ معادي لكن من قلب الكنيسة نفسها، شنودة الكبير. وده قائد رهباني بارز في القرن الخامس، وقف على المنبر يهاجم اللي يدخلوا الكنيسة يصلوا وبعدين يجروا على العيون والأشجار يدوروا على بركة تانية. وده مش تناقض في الناس، ده فشل في النظام. الإنسان اللي محتاج يحتمي من المرض ومن الجوع ومن الغيب مش هيرمي أي أداة نجاة. اللي شايفه شنودة انحراف كان عند الناس خطة بديلة. السلطة الدينية دايما بتكره الخطط البديلة لأن معناها إن في حياة بره الإطار. واللي حصل هنا مهم، إحنا مش بنحاكم شنودة ولا بنقدس الناس، إحنا بنسجل فجوة، الفجوة اللي دايما الصناعية بيحاولوا يقفلوها بالحكايات مش بالحلول. الدراسات الحديثة من فرانكفورتر وكراور لحد فيفيان وجينكنز كلها بتأكد معنى مهم، التحول الديني في مصر ما كانش زرار اتداس عليه مرة واحدة، ولا شعب صحي من النوم لقى نفسه بقى حاجة تانية. اللي حصل كان أبطأ وأعقد وأهدى، وكان فيه طول الوقت مستويين ماشيين جنب بعض.
دين رسمي بيتكتب في الكتب، وتدين شعبي بيتعاش في الحياة. لكن الصفحة دي بالذات ما وصلت لناش كاملة، اللي وصلنا مش دفاتر كاملة، فتافيت، خطبة غضبانة بتزعق في الناس، سطر بردية هنا، دلاية في رقبة فلاحة هناك، حكاية اتسرسبت من جيل لجيل. التاريخ بيوثق قرارات المجامع، قرارات الأباطرة، خلافات الأساقفة، لكن نادرا ما كان بيوثق الناس كانت عايشة ازاي. ولحد النهاردة الترس الشعبي لسه بيلف، بخور مولع عند ضريح ولي أو قدام أيقونة قديس في كنيسة، واحد يقول يا رب بحق جاه النبي، والتاني يقول يا عذراء، والتالت يقول يا حسين، والرابع يقول اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها. رجالة الدين يشوفوها مسألة عقيدة، الفقهاء يشوفوها مسألة خلاف، لكن ناس كتير بتشوفها بطريقة أبسط من كل ده. طلب بركة، إنك ما تروحش لربنا لوحدك، تروح له بحد ليه مكانة عنده. ده مش نفاق، ده اسمه فن البقاء. معادلة بسيطة، إيمان رسمي زائد بركة شعبية، مجتمع يفضل عايش. من رع وأزوريس للعذراء والقديسين للأولياء وآل البيت، الأسامي بتتغير بس الفكرة واحدة، حد قريب من ربنا الناس تروح له لما الدنيا تضيق. والمؤرخ لما بيكتب التاريخ بيكتب قرارات الملوك، لكن نادرا ما بيكتب الناس كانت بتدعي تقول ايه. ومع ان الحكايات دي ما بتظهرش كتير في كتب التاريخ، لكنها كانت جزء من الحياة اليومية في مصر قبل ما عمرو بن العاص يدخلها بسنين طويلة. واللي لازم نفهمه هنا كويس ان مصر ما كانتش بلد مستسلمة ولا نايمة مستنية حد يحررها. الناس كانت موجودة، بتشتغل، بتزرع، بتقاوم كل يوم في تفاصيل حياتها، لكن البلد اتسحبت من تحتهم بسبب شبكة معقدة، طاعون بيحشد في الناس، غزو فارسي جرى في البنية التحتية، وكنيسة متقسمة نصين، وسلطة بيزنطية بتستنزف الكل. تاني يعني مصر ما كانتش ميتة، مصر كانت مرهقة. صحيح، خلينا افكرك بحاجة، لسه عمرو وجيشه ما دخلوش بلدنا، مصر لسه ما بقتش ضمن املاك الخلافة الاسلامية. لو الجملة دي ضايقتك استنى، لان اللي جاي مش حكم، اللي جاي وثائق، والمشكلة في الوثائق انها ما بتعرفش تجامل. وهنا بقى القصة ما تبقاش قصة دخول، بتبقى قصة توقيت. اللي شافه عمرو بن العاص مش شعب نايم ولا بلد مستنية خلاص، اللي شافه نظام مرهق دفاتره شغالة وشعب متعود يدفع لأي حد يعرف يمسك الختم. فدي مش لحظة فتح، دي لحظة بين قوسين استلام، والاستلام ما بيبقاش لحظة بطولة، بيبقى لحظة صمت. وفي اللحظة دي بالذات ومن بره المشهد كان في راجل عربي قاعد في الرملة بيبص على الخريطة، شايف في مصر فرصة، اسمه عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اللي كان شايف مصر مش بلد منهارة، كان شايفها مكنة ATM شغالة بس تعبانة حبتين، دفاترها جاهزة وحساباتها متجمعة، ودي كانت بالنسبة له اللحظة المناسبة. وخليني أقول لك على حاجة، الكلام ده سجله البلازوري نفسه، كتب إيه على لسان عمرو بن العاص؟ كنت أخاف إن رجعت أن يسبقني غيري إلى مصر. الكلام ده لا مديح ولا إدانة، ده توصيف موقف، والتاريخ بيتقاس باللي كان ممكن وباللي اتعمل فعلا. من اللحظة دي أنا مش هسأل عن أشخاص، أنا هسأل عن آليات، عن نظام كان شغال قبل ما أي حد يخبط على الباب. ثعلب ما دخلش من باب مكسور، دخل من باب مفتوح. في فرق كبير، ممكن نسميه باب الدفاتر، ممكن نسميه باب التوقيت، ممكن نسميه باب بلد مرهقة، بس مش بلد نايمة. وعشان كده لو فضلت تسأل دخلوا ازاي هتفضل تايه. السؤال اللي يوجع بجد كان مين ماسك المفاتيح قبل ما حد يخبط، ومين سلمها، ومين كتب الحكاية بعد التسليم. لو شايفني غلطان دور ورايا، هات مصدر، هات بردية، هات رقم البردية. اصل خليني اقول لك، التاريخ مش بيقع بالصوت العالي، التاريخ بيقع بالدفاتر. الحلقة الجاية هننكش مش في مشهد دخول مصر، لكن في مين كان واقف جوه قبل ما الثعلب يعدي.